السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. قبل ما أبدأ الفيديو بتاع النهاردة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم مني كل جديد بقدمه. النهاردة هعمل بيتزا، يعني ما كنتش عملتها من رمضان. بصوا أنا حطيت كيلو وربع دقيق، ده كيلو دقيق لجميع الاستخدامات. بس وكان عندي ربع كيلو كده اهو برضو ضفته عليها، ضفت على الكيلو يعني. فكده المقدار معانا كيلو وربع دقيق اللي هنعمله النهارده. بصوا حطيت كمان معلقه سكر وذره ملح. بصوا اصلا انتوا ممكن تعملوا البيتزا وتشيلوها عجينه في الفريزر، معلقه كبيره او معلقتين على حسب الرغبه، بس انا بحط معلقه واحده كبيره زعتر. وهنا حطيت كوبايه زبادي. ممكن كمان تستغنى عن الزبادي وتحطي لبن بودر او لبن حليب عادي، بس لكن هي بتبقى بالزبادي بتبقى افضل يعني. لكن لا، مش متاح عندك زبادي وعايزه تعمليها، عندك لبن بودر، اي لبن بودر تمام يغني. حطي معلقتين او 3 كبار خلاص. حطيت كمان معلقه خل، والخل بيبقى حلو خالص في المعجنات عامه طبعا، والكيكات وكل حاجه بنحب نضيف الخل. وحطيت بصوا نص كوبايه زيت. دي هتقولوا لي دي كوبايه الا ربع، هقول لكم عشان المج ده صغير خالص. فلو بالمج اللي هو موجود في كل البيوت عندنا هيبقى نص كوبايه زيت. هقلب. انا كنت نسيت الخميره فبعت جبتها كيس خميره فوريه. عندي خميره بيره مفيش مشاكل، بس الخميره البيره بقى دوبيها في ميه دافيه والسكر حطيها معاها. كمان انا حطيت نص الكيس باكنج باودر. انا بحب الباكنج باودر برضو في عجينه البيتزا، بتخليها هشه اكتر وبتختمر اسرع. دي ميه بقول لكم اهي دافيه بس. وهعجن البيتزا. هتضيفي شويه شويه وتعجني. طبعا كل دقيقه ممكن دقيقه تاخد ميه اقل، ممكن دقيقه تاخد ميه اكتر، فانتي حطي ميه شويه شويه كده واعجني بس. انا احب عجينه البيتزا ما تبقاش ناشفه قوي، علشان خاطر لما تفرديها ما ترجعش تلم معاكي تاني. فالعجينه بتاعت البيتزا بصوا انا بقول لكم دي ايدي النظيفه اللي ما عجنتش بيها مش ملزجه بس كده خلاص. كمان عشان تبقى ناشفه معاكم اقعدي بتاع 5 دقايق كده اهو ولا 7 دقايق اعجني فيها. جبت هنا ادي دول البانيه اللي كان عندي. جبت صينيه او طاسه او حله، اي حاجه عندك تحبي تعملي فيها. حطيت فيها معلقه زيت، وهنا كنت فارمه بصل كتير. حطيت بصل لان كانت كميه البانيه عندي قليله، يعني كان اقل من نص كيلو البانيه، فحطيت بصل كتير. حطيت يمكن كيلو بصل. وحطيت البانيه هوريلكم هو في الطبق. كنت قطعته حتت صغيره وهقلب تقلبتين كده اهو بالسمنه وهوريكم البانيه والتوابل والبهارات اللي انا حطيتها. كمان انا حبيت احط فلفل وطماطم، وانتي لو مش عايزه تحطيها ما تحطيهاش، لان احنا هنوزع على البيتزا بعد ما نفردها بالنشابه، هنوزع عليها العصاج والفلفل والطماطم. فعادي يعني عايزه تعمل الحركه الاضافه دي فلفل وطماطم تمام، مش عايزه خلاص. بصي هنا بقى حطيت فلفل اسود. كان فلفل اسود عندي مطحون بس مش حلو، فكان في حب يعني. هنا حطيت 7 بهارات. حطيت توم باودر، ما كانش عندي بابريكا، لو عندك حطي. حطيت ملح مبهر. وهقلب كويس جدا لحد ما التوابل تدخل في البصل والطماطم. بصوا ادي البانيه اللي كان عندي
زي ما قلت لكم ده كان اقل يعني، ما كانش يكمل نص كيلو اهو. حطيتهم بس، وهقلبهم كلهم في بعض كويس، وهسيبه لحد ما البانيه ينزل ميته والبصل ينزل ميته والخضار الفلفل والطماطم والخضروات ديتي، وبعد كده يشرب كله ده. اول ما الميه تنشف هروح اطفي عليه، مش هحط انا ميه ولا حاجه، هو كله هينزل ميته ويشربها، ويبقى كده ايه الاكل طاب يعني الحمد لله. بس هنا الحله دي اللي كنت فارمه فيها البصل، كنت خليت فيها كده يعني مقدار بصلايه واحده صغيره، حمرتها بحته زيت وهطش الطماطم. عامه انا بحب اعمل بالزياده، واللي بيزيد عندي مش بيترمي، بنحطه في الفريزر يعني. بس ادي الطماطم اهي اتسبكت، هتطلع الملح المبهر، وهحط لها توم باودر، واحط لها 7 بهارات، فلفل اسود، طبعا لو عندك بابريكا تمام كويس قوي، احط لها زعتر كمان، ادي فلفل اسود، بتاع ده 7 بهارات ديتي انا بطحنها واشيلها، ده الزعتر معلقه كده زعتر، زي ما حطينا في العجينه زعتر في البيتزا كمان حط في الصلصه زعتر، هتخليها احلى واحلى. كمان حطيت يعني بصي لو عندك كاتشب ضيفي عليها، انا ما كانش عندي كاتشب، كان عندي الكاتشب بس يا دوبك هيحطوه على البيتزا من فوق، فدي 7 بهارات. فحطيت معلقه صلصه، كان عندي برطمان صلصه فحطيت معلقه صلصه تديها طعم واحلى. كمان عايزه اقول لكم حطيت معلقه صغيره سكر في الصلصه بتاعت البيتزا، ضروري جدا يعني، معلومه مهمه كده. حطي لها طالما ان ما فيش كاتشب، الكاتشب بيبقى محلي شويه، انا عشان حطيت الصلصه بتاعت العلب العاديه البرطمان العادي، فحطيت معلقه سكر بس. خدت انا كده معلقتين 3 من الصلصه دي، ورحت ضفتها على العصاج. انا هو بوريكم ادي العصاج، ادي الطماطم والفلفل، وادي الصلصه، وادي الزيتون، وجبنه الموتزاريلا غليت خالص يا جماعه، جبنه الموتزاريلا بقت غاليه غاليه يعني فوق. بص العجينه ما شاء الله اتنفخت واختمرت، بقت ايه يعني، جبنه الموتزاريلا غاليه خالص يعني، غليت صح يعني. بس هاخد حته كده منها واغطي العجينه، وهنا فردت حبه دقيق على الترابيزه، وهاخد بقى ايه بالنشابه وهفرد العجينه. اهو بصوا شايفين العجينه لما معايا كويسه، عجينها حلو ما بترجعش تلم تاني معاكي، لا هتفرديها يمين وشمال وتدوريها على اساس ايه الصينيه بتاعتك على مقاس الصينيه. بس العجينه اللي تتبقى معاكي تلفيها وشيلها في الفريزر. بصوا بقى انا بعد سواعي كمان والله، ما بقى لما يتبقى حته عجينه من البيتزا ومش هشيلها في الفريزر، اطلعها عيش، بطيبها عيش اهو. بصوا السمك كده هحدد عشان عايزه على مقاس الصينيه بالظبط، صينيه نظيفه انا غسلاها بس. فبالسكينه كده هحدد وهرجع ارفع واظبطها كده ايه في الصينيه كمان ادينيها زيت بس ما تدينيش قوي يعني، ادينيها حبه زيت بس مش قوي، مش كتير اقصد يعني. بالشوكه او بسن السكينه كده واعملي وخرميها كده عشان ما تتنفخش منك في الفرن. ودي الصلصه شايفين حمرا ازاي، صلصه حمرا كيف،
فمن الطماطم كانت كويسة، وكمان احنا ضفنا لها صلصة من البرطمان. هوزع بعد كده العصاج اللي احنا عملناه مع بعض. عملت 4 صواني اهو. بعد ما حطيت الصلصة خرمتها الاول بالشوكة، بعدين حطيت الصلصة، دهنتها بالصلصة، بعدين حطيت العصاج، وادينا اهو الفلفل والطماطم مقطعاهم. عشان كده بقول لكم لو انتوا مش عايزين تحطوا في الخطوة بتاعت ده الزيتون، حطيت الزيتون كمان، بس الزيتون ده انا مخللاه. فيعني في البيت انا قطعناه حتت صغيرة كده. دي الجبنة الموتزاريلا، طبعا انا مش هزود في الجبنة الموتزاريلا لان مش جايبة كتير، فهحط حاجات بسيطة كده يعني، لان هي غالية يعني مش هقدر اشتري اعمل. انتوا فاهميني يعني مش هينفع يعني اشتري زي الاول كنا بنشتري ونملاها جبنة موتزاريلا وندخلها الفرن ونطلعها نحط لها جبنة موتزاريلا تاني. لا لا، الجبنة الموتزاريلا غالية الصراحة يعني غالية صح، فمش هينفع. فبقيت احط كده من على الوش شوية زنطتين بس. هنعمل مع بعض صينية تاني برضو. خدت حتة عجينة وفردت شوية دقيق على الترابيزة وبالنشابة وفردت دي صينية تانية. انا عملت معكم صينيتين وعملت انا بعد كده صينيتين. اللي بتبقى مني من العجينة لو مش هشيلها بس انا ما بشيلهاش يعني، في الفريزر تحطها في كيس وشيلها في الفريزر وطلعها قبليها مثلا بكام ساعة او بالليل او الصبح بدري. بعملها عيش سندوتشات عيش او زي الجرس كده وبدخلها طيبها. هما بيغمزوا بيها مع جبنة او كده. العيش بالزعتر، لما العيش العجينة فيها زعتر بيبقى طعمها حلو اهو. بصوا شايفين الصلصة حمرا ازاي ولونها جميل ما شاء الله يعني. كانت حلوة خالص، كان طعمها حلو، و رغم انها ما فيهاش جبنه موتزاريلا اللي هي اوفر يعني كده وكتير، انا كنت حاطه حاجات بسيطه خالص، بس كان طعمها الحمد لله الحمد لله جميل جدا. بس و وحطيت اسمه العصاج. هرجع احط الفلفل والطماطم. وزي ما قلت لكم انا بحب ازود شويه في العجينه دي لان بعملها اللي اتبقى يعني هو اتبقى طبعا. بعمله عيش يعني العيال بيفطروا بيه مع جبنه، بيفطروا بيه مع شاي، ياكلوه يعني. الزعتر بيبقى مخلي طعمه حلو بس. وبعد كده هحط على الوش برضو حبه صغيره جبنه موتزاريلا زي ما قلت لكم وخلاص. وهدخلها الفرن. كنت مدخل انا واحده قبليها وهدخل التانية دياتي بصوا بقى بعد ما طابت شايفين بسم الله ما شاء الله يعني. كانت البيتزا روعه روعه. شايفين التطيب بتاعها كانت حكايه. والجبنه الموتزاريلا الحته الصغنطوطه اللي كنت عطاها لما كانت سخنه، كان في يوم واحده سخنه كانت بتنط خالص. شايفين التطيب انا قطعتها بالمخرطه بتاعت الملوخيه